مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. طالب كردي يفقد حياته بقصف على جامعة تشرين. حركة الشباب الكرد تدين تهميش المجلس الوطني الكردي لمعتقليها. وحدات حماية الشعب تؤكد الهجمات على مواقعها يوم الثلاثاء. إلى التفاصيل. فقد 23 شخصا حياتهم وأصيب عشرات الأشخاص أغلبهم من الطلبة الجامعيين جراء وقوع صاروخين على مشروع الأوقاف وموقف سبيرو في محيط جامعة تشرين بمدينة اللاذقية يوم أمس الثلاثاء. هذا ويذكر أن من بين الطلبة الذين فقدوا حياتهم يوم أمس الطالب الكردي عبد الرحمن أحمد بكو البالغ من العمر 22 عاما من قرية خانكا خليان جنوب شرق كوباني، وهو طالب في السنة الرابعة كلية التربية. وحمل النظام السوري مسؤولية قصف الصاروخين تنظيم جبهة النصرة وحركة أحرار الشام الإسلامية وجماعات أخرى. نددت حركة الشباب الكرد ما أسمته بتهميش المجلس الوطني الكردي للشباب المؤسس للمجلس. وأكدت الحركة في بيانها اليوم بأنها كعضو مؤسس للمجلس تستنكر استمرار الأحزاب في السيطرة عليه واستغلاله لأجل مآربها الحزبية الضيقة وإقصاء وتهميش الحركة. وأوضحت الحركة أن البيان الأخير للأمانة العامة للمجلس حول الاعتقالات لأعضاء المجلس في ديرك وتربسبية وقركيلجي بيان مجحف للغاية، لأنه لا يتطرق لذكر الشباب الذين اعتقلوا من الحركة. وبيّنت الحركة أن هذا التهميش والإقصاء ليس وليد الساعة، وتسعى أحزاب المجلس إلى التفرد منذ تأسيس هذا المجلس. وطالبت الحركة أحزاب المجلس الوطني الكردي باحترام أعضاء المجلس وعدم التفريق بينهم وعدم تهميش الشباب والمستقلين إذا كانت بالفعل تسعى لوحدة الصف الكردي. أكد الناطق الإعلامي باسم قوات بركان الفرات أمس الثلاثاء أن الجيش التركي جدد هجومه على مواقع قواتهم على الحدود بالقرب من كوباني من دون وقوع إصابات في صفوفهم. وأضاف شرفان درويش أن الجيش التركي أقدم على قصف مواقعهم في قرية جارقلي الواقعة غرب كوباني بالسلاح آ4. من جانبها قالت وحدات حماية الشعب في بيان لها أن الدولة التركية هاجمت الثلاثاء مواقع لوحداتها المتمركزة في قرية جارقلي الواقعة على الشريط الحدودي غرب مقاطعة كوباني بسلاح آ4. وفي السياق نفسه بيّن بيان وحدات الحماية أن داعش هاجمت بقذائف الهاون قرية آبك شيخ الواقعة شرقي بلدة عين عيسى التابعة لمقاطعة كوباني بقذائف الهاون. وأضاف البيان أن مسلحي داعش استهدفوا بهجومهم المدنيين العزل، وأثر الهجوم فقد 4 مدنيين حياتهم بينهم طفل بالإضافة لجرح 2 آخرين. ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية سبوتنيك أن الإدارة الأمريكية تحاول بطريقة أو بأخرى إسقاط روسيا وأحداث وقيعة بينها وبين شركائها وحلفائها. وأضافت الوكالة في تقرير بعنوان اليد الميتة: نظام روسي يستطيع تدمير الجيش الأمريكي بزر واحد فقط. لا شك أن الولايات المتحدة الأمريكية عززت انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991، ولكن روسيا تمكنت من بناء نفسها مرة أخرى. ونقلت الوكالة عن قناة سبيزدا الروسية قولها أن الروس كانوا قادرين على إعادة تجهيز الجيش وأبهروا العالم بجميع الإلكترونيات، مما يجعل الأسلحة الصاروخية الهائلة للأعداء عبارة عن كومة من الخردة المعدنية التي لا معنى لها. مستمعي هيفي اف ام، انتهت النشرة الموجزة، قدمتها لكم أنا هوجين هادي. نشكركم على حسن الاستماع ودمتم بخير.